عظمة. وهنعمل كمان مع فتة الكوارع فتة الموز الضاني والرقبة الضاني كمان للي ما بيحبش الكوارع. في منتهى الجمال. هنبتدي الأول عندنا الكوارع، أنا بحطها الأول زي ما انتوا شايفينها كده جاية متقطعة ونظيفة فل الحقيقة، بس أنا برضو بغسلها زيادة. بحطها الأول أنقعها في مية باردة، وبحط لها هنا ملح وبعصر عليها كمية من الليمون محترمة. الفيديو ده هتلاقوا فيه كمية ليمون وكمية توم كتير، فانتوا ايه كده من الأول كده ليمون وتوم كتير يتفرموا ويتعصروا ويبقوا ايه جاهزين جنبكم. بسيب الكوارع في المية اللي فيها الملح والليمون دي مثلا بتاع نص ساعة. جميل. وبعد كده أروح مغيرة لها المية وفتحة عليها المية الجارية، وبعدين أصفيها. حلو. بعد ما أصفيها كلها دلوقتي وبقت نظيفة فلة الحقيقة يعني، هنيجي بقى دلوقتي نعمل ايه؟ هنملى بقى الحلة مية، حلة كده تبقى كبيرة وحلوة ونملاها مية، دلوقتي نرفعها على النار. جميل. وأول ما تبتدي تغلي المية ما فيهاش أي حاجة، أول ما تبتدي تغلي هسقط فيها الكوارع. جميل. دلوقتي المية الأولانية اللي احنا هنعملها دي هنستنى بقى لما تغلي غلوة، وهروح واخدة كل الكوارع تاني نشلاها بالمقصوصة وحطاها في مصفى كلها. تمام. وكل بقى المية اللي احنا سلقنا فيها دي السلقة الأولانية المية دي كلها بتترمي. برجع بقى دلوقتي الحلة على النار وبحط لها ميه سخنه، لازم تبقى ميه سخنه لان الكوارع دلوقتي سخنه. جميل. ما تبقاش ميه من الحنفيه. هامله برضو الحله ميه، وهاجي بقى دلوقتي اروح ساقطه فيها الكوارع كلها. لازم بقى ابتدي احط ايه، احط بصلايه بصلتين براحتنا، احط بقى دلوقتي عود كرفس جميل كده اهو حلو، وهحط طبعا دلوقتي مستكه وحبهان وورق لوري. هحط بقى الملح دلوقتي، وهحط الفلفل، هحط فلفل ابيض الحقيقه، وهاجي بقى دلوقتي اخر حاجه جزرايه كنت ناسياها، وهقفل بقى دلوقتي واسيبها هتقعد على النار حوالي تقريبا ساعتين. طبعا ورانا حاجات كتير نعملها، نعمل الصلصه، الزبده، وادي الزيت الزيتون على النار في حله، وهنحط بقى دلوقتي معلقه كبيره من الثوم المفروم كده، اشوح قلب 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 حتى لما تشموا ريحته. اوعوا تحرقوه، اوعوا تحرقوه. وهنيجي دلوقتي نروح حاطين معلقه كبيره من الصلصه، نقلب 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 طبعا. وهنيجي بقى دلوقتي نروح حاطين الطماطم المعصوره. انا هنا عصره تقريبا كيلو طماطم علشان عندي فتتين، مش عندي فته واحده، عندي فتتين. هنيجي بقى دلوقتي نروح حاطين على الطماطم دي ملح والفلفل. انا الحقيقه بحب احط برده حبه ايه كمون، ويعني يا دوبك كده حته ايه كزبره خضراء صغيره، وبحط حبه برده من السكر عشان تعدل كده ايه طعم الصوص ويبقى حلو. قلب قلب قلب، واقفلوا بقى وغطوها وسيبوها تتسبك على نار هاديه خالص خالص. تاخد حوالي 45 دقيقه وتلاقوها بعد كده تقلت وبقت حلوه كده ومتسبكه وجميله. في الوقت ده هنروح حاطين ربع كوبايه من الخل، وهنطفي النار، مش هتغلي بقى بعد كده خالص عشان نفضل محتفظين بطعم الخل، وسيبوها متغطيه. تعالوا بقى دلوقتي بالنسبه للموز الضاني والرقبه الضاني. انا جبت موزتين ضاني ورقبه ضاني عشان باسل ابني عازم اصحابه، وقال لي لا يا ماما يمكن ما يحبوش الكوارع. فادي الموزه الضاني اللذيذه الحلوه، وادي الرقبه. بتطلع بقى احلى شوربه دي، يا سلام تجنن. هسلق انا منها قطعتين عشان هاخد الشوربه بتاعتهم للرز. والباقي بقى دلوقتي هجيب كيس حراري. الكيس الحراري ده انا ما بستغناش عنه في المطبخ. هحط فيه بصلايه كبيره متقطعه مكعبات كبيره، مش لازم تبقى مفرومه يعني. وهحط دلوقتي برضو توم مفروم زي ما بقول لكم من اول يوم كده، توم كتير. وبعدين عندي جزرايه متقطعه مكعبات، وعندي هنا حوالي برضو فلفلايتين متقطعين مكعبات، وعندي طماطم، دول 4 طماطميات متقطعين مكعبات. جميل. دول لازم ياخدوا الملح بتاعهم والفلفل بتاعهم، لازم دول يتبلوا كويس ملح وفلفل وحبة كمون كده، هو مفيش مانع، وشوية بابريكا وشوية زعتر. جميل. الخضار ده يتبل الاول ويدعك فيه كويس جدا بالكيس من بره، مش لازم تمدوا ايديكم من جوه، من كيس كده من بره، وتدعكوه بحيث ان انتوا تطمنوا انه التتبيله توزعت تماما على كل الخضار ده. حلو. نيجي بقى دلوقتي للحمه نفسها، دي برضو لازم تاخد التتبيله بتاعتها، تاخد الملح وتاخد الفلفل وتاخد برضو جزء من البابريكا. وانا بحب برضو احط الزعتر عليها برضو نفس الحكايه. ادعكوها بقى كويس بهذه التتبيله الحلوه، ادعكوها كويس جدا جدا، وبعدين خدوها بقى دلوقتي ورتبوها جوه ادي البابريكا دي في الاخر كده. هتاخدوا بقى كل قطع الموز وقطع الرقبه دي وهتدخلوها جوه الكيس.
اتأكدوا بس إن الكيس لازم يكون كبير عشان ياخد كل الكمية، ولازم يكون في مساحة برضه بعد ما ندخّل كل القطع، إنه الكيس يبقى فيه مكان الحاجة تستوي فيه والبخار يطلع فيه، عشان هي في الآخر الكيس الحراري ده بيسوي الحاجة بالبخار، فلازم نتأكد إن هو كبير. عودين من الروزماري، وهنيجي بقى دلوقتي نقفل الكيس، باقفله من بعيد مش باقفله من قريب، باسيب مساحة علشان البخار. والفرن بقى تبقى 200 درجة، ودي هتقعد في الفرن حوالي تقريبا أخدت حوالي ساعة وربع تقريبا. تعالوا نعمل الرز، السمنة أو زبدة، وقلبوا قلبوا قلبوا الرز الأبيض الحلو بتاعنا، قلب قلب قلب، دول حوالي 3 كوبايات. وأنا عندي بقى هنا الشوربة بتاعت، قلت لكم كنت سلقت قطعتين من الرقبة علشان بس تديني شوربة حلوة كده. ما بحبش الحقيقة أعمل الرز بشوربة الكوارع بصراحة، يعني أحسه تقيل شوية. وقلبنا وحطينا الملح بتاعنا، وفي الآخر وشوية فلفل أبيض، وقفلنا عليها. طبعًا بُصّوا بقى دلوقتي الموزة الرقبة، يا خراشي على جمالهم. هنيجي بقى دلوقتي نفتح الكيس ونشم الروايح، أنا مش قادرة أحكي لكم بقى، ريحة التتبيلة دي رهيبة، والموز بقى يعني بقت دايبة، بُصّوا بالشوكة كده أهو، بُصّوا الجمال، بتنفصل لوحدها تلقائيًا. الناس بتحب تعمل الفتة بالعيش، أنا باحب أعملها بالرقاق الناشف بصراحة، أنا أحب أدهنه كده شوية سمنة، كام رقاقية كده حلوين، وباحطهم على صينية وادخلهم الفرن. بصوا بقى لما بيطلع، أنا عايزاكم بس إيه تسمعوا القرمشة. أيوه، أنا أحب القرمشة دي، باكله على فكرة حاف يعني لما يكون القولون هادي عليا. بنعمل الطشة بتاعة الإيه ال ال الفتة، بتبقى عبارة عن الزبدة وآدي التوم المفروم والكزبرة، وأي حد ماشي معدي هيفتكر إن إحنا بنعمل ملوخية، لأ هي مش ملوخية. بعد ما نقلب نقلب نقلب، هنحط كبشة من الشوربة السخنة، وهنحط دلوقتي بعد ما تقفل النار نحط شوية خل. ودي بقى اللي أنا هاجي دلوقتي لما أكسر الرقاقات في الطبق. أنا عملت 4 رقاقات عشان إن الفتتين، وهاجي دلوقتي بقى بمصفى هاصفّي الطشة اللي أنا عملتها فوق الرقاقات عشان أشرّبهم. أنا الحقيقة مش باحب طعم التوم يبقى معاهم، مجرد بس الطعم، مش عايزة توم قطع. رشة من الصلصة، وبعدين دلوقتي هاجي أحط بقى إيه الرز الأبيض الجميل الرهيب ده. الله، الله! الرز ده لوحده أنا ممكن آكله كده إيه حاف كده، أو مع شوية سلطة. بعد ما بافرش الرز فوق كل الكمية باخلّي شوية برضه يبانوا. خلّوا بالكم لازم شوية من الرقاق ده يبان، أو العيش لو كنتم عايزين تعملوا عيش براحتكم. حطّوا بقى في الآخر شوية صوص من فوق، وهاجي بقى دلوقتي هاشوف الكوارع بتاعتنا، الكوارع استوت وبقت مهرية، يعني بُصّوا بقت إيه، الله، الله! هاجي بقى دلوقتي آخُدها وأحطّها فوق الفتة، والكلام ده يحصل والناس خلاص هتيجي تقعد على السفرة. أصحاب باسل كانوا وصلوا خلاص وواقفين معاه وبيسلّموا عليه، وأنا باغرف كل الحاجات دي دلوقتي مع بعض. الناس كلّها تطلب من أهاليها إنّهم يعملوا لهم ملوخية والّا يعملوا لهم مكرونة بشاميل، أنا ابني يطلب منّي أعمل له فتة. وآدي حطّينا كمان كبشة من الصوص فوق الكوارع. آخر حاجة حبّة حاجة خضرا كده، إن شاء الله بقدونس أي حاجة مش مشكلة مش لازم. وآدي الفتة التانية، حطّيت آدي الموزة الضاني الجميلة، وآدي قطع الرقبة باحطّها على الجناب. وطبعًا لازم تخلّوا شوية صوص من فوق، ولازم تحطّوا على السفرة شوية صوص زيادة علشان اللي عايز. طبق فتة روعة في منتهى الجمال، كل سنة وأنتم طيبين.